واقفين قدامه كأنهم مستنينه. كنت صغير لسه مخلص امتحانات آخر السنة، وأول ما قالت لي أمي إننا هنروح لجدي في القرية فرحت فرحة مش طبيعية. كل طفل كان بيحب أيام الأجازة عند الجد والجدة، الألعاب البسيطة، الطبيعة، الحرية. بس بيت جدي ما كانش زي أي بيت، كان بعيد عن باقي البيوت، وسط الغيطان، حواليه زراعات الذرة والقصب. والليل هناك مختلف، ليل ساكن هادي زيادة عن اللزوم، هدوء يخليك تسمع دقات قلبك وتخاف من نفسك قبل ما تخاف من أي حاجة تانية. عدى أول يومين كويسين، لعب، أكل بيت جدتي، قاعدة مع جدي. بس الأطفال ملولين، وبدأت أحس إن الأيام شبه بعضها، لحد ما لاحظت حاجة عن جدي. كان دايما يختفي قبل الفجر حتى ما يأذن، كان بيمشي في سكة الغيط، كان بيروح يسقي الأرض. ساعتها بدأ الفضول ياكلني. مرة بكل براءة طلبت من أمي أروح مع جدي، صرخت في وشي: اوعى تفكر، مش هتروح معاه أبدا. لكن ردة فعلها ما كانتش طبيعية. ما كانش رفض أم لابنها، كان رفض مليان خوف، خوف كأنها عارفة سر وساكتة. من اللحظة دي الفكرة سكنت في دماغي: ليه ممنوع أروح مع جدي؟ هو بيعمل إيه بالليل؟ وليه مجرد التفكير في الموضوع بيخلي أمي ترتعش كده؟ وفي ليلة صممت. البيت كله نام وأنا فضلت صاحي. كل دقيقة بتعدي كانت بتزود توتري، لحد ما سمعت صوت باب البيت يتفتح. جدي خارج. قمت من سريري بهدوء ولبست بسرعة وخرجت وراه. كنت خايف أمي تصحى وتكشفني، لكن الفضول كان أقوى من الخوف. لما شافني جدي اتفاجئ، قال لي: يا ابني ما تجيش، أمك هتزعل منك وتضربك. لكن إصراري وعياطي خلاه يستسلم. اداني كشاف قديم وقال: بس اسمع الكلام، ما تعملش صوت، ولما أقولك استنى تستنى وما تتحركش من مكانك. سامع؟ أنا مش ناقص. ساعتها حسيت إن جدي نفسه خايف من حاجة معينة غير مفهومة. وخرجنا للغيط. أول ما دخلنا الغيط الدنيا اتغيرت. الهوا كان بارد بطريقة غريبة مع إننا في عز الصيف. الذرة كان عالي أطول من